في العالم كله العيد بيكون يوم وبيعدي، لكن في مصر العيد حالة، مش بس بتكون يوم العيد، لأ دي حكاية طويلة وحالة مختلفة بنعيشها في مصر وبس. تعالوا معايا نشوف الحكاية. العيد فرحة وأجمل فرحة. العيد في مصر بيبدأ من ليلة العيد، من أول ما بنسمع الست أم كلثوم بتغني وتقول يا ليلة العيد أنستينا، ومنها تبدأ أجواء العيد والفرحة، ونبدأ نسمع صوت بومب العيد واللي بتفرقعه الأطفال في الشوارع. ومش بس من ليلة العيد، لأ ده كمان من قبلها، أول ما تبدأ الستات والعائلات تتجمع عشان يعملوا كحك العيد، وأول ما نشوف أطباق الكحك والبسكوت داخلة خارجة من بيت لبيت، من هنا بنبتدي نستشعر أجواء العيد. أما لبس العيد في مصر فده مش رفاهية، ده طقس اتعودنا عليه من آلاف السنين، وكأننا بنستقبل العيد بفرحة جديدة وبنبدأ معاه دنيا جديدة. نيجي بقى لأحلى فرحة اللي بتفرح كل الأطفال في العيد، وهي العيدية. العيدية مش قيمتها كام، قيمتها الحقيقية في الفرحة اللي في عين الأطفال وهم بياخدوها من أهلهم، وفي إحساس الكبار بأنهم مصدر السعادة دي. ومش بس الأطفال اللي بتاخد العيدية في مصر، طول ما بابا وماما موجودين احنا لسه عيال في العيد، حتى لو كبرنا واشتغلنا ولسه ما اتجوزناش، العيدية حق مكتسب لا يسقط مع العمر. نروح بقى لصلاة العيد وتكبيرات العيد اللي خارجة من كل جامع وبترددها الناس وهي رايحة الصلاة. الصلاة دي بقى في مصر مش مجرد صلاة وعبادة فقط، دي تجمع للعيلة المصرية. الناس كلها نازلة مبسوطة، بتضحك، بتسلم على بعض حتى لو ما يعرفوش بعض، وفي اللحظة دي بتشوف البلد كلها بتبقى عيلة واحدة. وبعد الصلاة تبدأ الرحلة، الزيارات العائلية، الخروجات مع الأصدقاء. المهم إن العيد في مصر ما فيهوش وحدة، العيد في مصر كله مشاركة وفرحة من القلب. خلاصة كلامي، العيد في مصر مش كحك ولا لبس ولا عادية وبس، العيد ده الإحساس والحالة اللي بنعيش بيهم كل التفاصيل دي، وده اللي بيخليه ذكرى عايشة جوانا العمر كله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وفي أمن وأمان، وعيد سعيد على كل الناس في الأرض، وعيدكم أحلى في مصرنا الغالية. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.